أسرع طريق للتخسيس دايت المية، ولا ده أسرع طريق للمستشفى؟ عمرك سألت نفسك أنت لو شربت مية أسبوع واحد هتخس؟ طب هتنضف ولا هتقع؟ ولا دايت المية علاج؟ طيب هي الناس خست عليه ليه؟ وليه في ناس دخلت الطوارئ؟ أنا هشرح لكم، هفهمكم كل حاجة ليها علاقة بدايت المية محدش قالها لك قبل كده. قبل ما نتكلم في دايت المية لازم أقول لك حاجة مهمة جدا. في فرق كبير بين تنظيف الجسم وتكسير الجسم. ليه؟ المية هي شيء مقدس لصحتنا، بس استخدامها غلط مصيبة. زي ما ممكن تبقى هي منقذة للحياة أو للجسم، ممكن تبقى أكتر حاجة تدمر الجسم. ودايت المية من أكتر الدايت اللي عليه كلام. ليه؟ ناس بتخس عليه، وناس جسمها بيبوظ، وناس تدخل في كومة، وناس تدخل غيبوبة، وناس تقول لك ده أحلى دايت في العالم. أنا بقى هفك لكم كل الحاجات دي وهقول لكم أنواعه، أضراره، فوائده، حاجاته كده. بس ركزوا معايا، هو إيه دايت المية أصلا؟ يعني إيه دايت مية؟ ببساطة إنك بتعتمد على المية بنسبة من 90 ل 100% من الكالوريز، من سعراتك، يا إما يوم، يا إما 3 أيام، يا إما أسبوع، يا إما بقى في ناس هوبا كده 21 يوم، ودول طبعا بيروحوا الطوارئ، ده لو لحقوهم أساسا. ليه؟ أنواع دايت المية. نبدأ بأول نوع، في دايت المية الجامد القاسي، ده مية بس، لا شاي ولا قهوة ولا كالوريز ولا أي حاجة، وده طبعا بيعمل مصايب. وفي دايت المية اللي صح، المعتدل، اللي هو مية سوائل شفافة معاه، يعني عصير أناناس، تفاح، حاجات فاتحة، ومرقة، شوربة، ومن 200 ل 300 كالوري، ده أهدى طبعا. وفي النوع الصيام، الووتر فاستنج، ده بيبقى النظام اللي في ناس كتيرة بتعتبره ديتوكس قوي جدا. بس النقطة المهمة، جسمك مش معمول يعيش من غير كالوريز، جسمك بيتعامل مع المية على أساس إنها بتحركه مش البنزين. وهنا في فرق كبير وهتفهموا يعني إيه. فلو استخدمت المية زيها زي البنزين، انت كده مش بتخس، انت كده بتحرق جسمك، بتقتل نفسك. ليه؟ ايه اللي بيحصل في الجسم بعد اول 48 ساعة في دايت المية؟ اليوم الاول نزول مية من الجسم، نزول سكر الدم، صداع، توتر، عصبية، رعشة، تفريغ للأملاح بصورة رهيبة. وتاني يوم الجسم يخش في مرحلة حرق الدهون، كيتوزيس بقى، ويبدأ الجسم ياكل بروتين لو ما لقاش دهون، يعني ياكل من العضل. كل اللي انا بقوله لكم ده تجربه انا جربتها، دي تجربه شخصيه. كل ده بيحصل فعلا. اول يوم حسيت بهبوط ومفيش طاقه خالص. تاني يوم مش مركز، مش شايف، كل حاجه مش واضحه. بعد تالت يوم الجسم ابتدى يفهم ان في مصيبه بتحصل، وهنا حصل اللي بيتقال عليه صراع البقاء. الجسم عايز يعيش، وانا مش باكل حاجه، مش بمضغ، انا بشرب ميه بس. 5 ايام بشرب ميه بس، والميه لما حبيت اغير معاها شربت عصير اناناس. بس ده ما كانش دايت، ده كان عشان كنت داخل اشيل تلتين القولون، استقصاء لتلتين القولون، فكنت لازم ما اكلش خالص. وجربت دايت الميه، الموضوع صعب جدا، صعب ومميت. انت جسمك بعد ما بينزل في كل حاجة بيعلى قوي كل حاجة من بعد 3 يوم. رابع يوم و5 يوم بيحصل حاجة غريبة. رابع يوم تحس انك فايق جدا ونشيط ومركز وكل حاجة تمام. 5 يوم بتبقى شخص هزلي، مش عارف تتحرك، مش عارف امشي، مش سامع، مش مركز، مش عارف اتقلب، لازم اتشال. ده تجربة شخصية مش بس كلام علمي. فالكلام اللي انا بقوله لكم ده انا نفسي عديت بيه، فياريت ما نستهونش بالكلام العلمي، لانه الكلام ده اتجرب. ومش معنى ان بنقول دراسات انها اتعملت في المطلق. انا واحد بقول لكم الحاجات دي وبقول لكم الدراسات، وانا نفسي مريت بيها. فدايت المية ده لو مش مع دكتور ده دمار. عشان يعني نبقى منصفين كده، دايت المية هو ليه فوائد، بس لو اتعمل صح. واتعمل صح دي يعني
تحت إشراف دكتور. تحسين حساسية الأنسولين الناس عندها حساسية من الأنسولين. تقليل الالتهابات بتاعت الجسم، تقليل ضغط الدم، تنظيف الكلى، تنظيف الخلايا الميتة، تحسين الهضم بصورة واضحة، ونزول سريع جدا في الوزن. كل ده بيحصل لو دايت المية اتعمل من 24 ل 48 ساعة تحت إشراف دكتور، مش أسبوع ولا 10 أيام. طيب إيه الأضرار الحقيقية واللي محدش هيقولك عليها؟ هبوط الضغط ممكن ينزل ل20، وده طبعا إغماء وكوما. وأخطر نقطة حاجة بيتقال عليها هايبوناتريميا، نقص في الصوديوم بتاع الجسم، وده بيحصل إن أنت بتشرب مية كتير بس مفيش أملاح. طب أخطر أعراضها إيه؟ دوخة، تشنجات، غيبوبة، وللأسف بيحصل لناس كتير توقف في عضلة القلب. ثالث حاجة خسارة العضلات. المجلة الدولية للتغذية بتقول إيه؟ إن 80% من الوزن اللي بينزل في دايت المية عضل، فأنت ما استفدتش حاجة، مش دهون. طب بيحصل إيه تاني؟ خلل في الغدة الدرقية، الجسم بيدخل في وضع البقاء. 40% بيقلل من حرق الدهون، خش في اكتئاب، لأن نقص الجلوكوز بيأثر على السيروتونين، حصوات الكلى، نقص المعادن بيعمل ترسبات. في دراسات بتقول إيه؟ في اليابان عملوا دراسة في 2018 في مجموعة عملت دايت مية 3 أيام، طبعا تحت مراقبة كاملة. النتائج إيه؟ الالتهابات اتحسنت، بس 22% من المشتركين حصل لهم نقص في الصوديوم، و31% منهم حصل لهم نقص في البوتاسيوم. طيب في أمريكا عملوا دراسة في 2020 لنوع اسمه ووتر فاستنج 7 أيام، نزلوا عضل بنسبة 70%، و90% رجعوا لوزنهم بعد أول أسبوع لما رجعوا يأكلوا، وواحد حصل له هبوط ودخل طبعا المستشفى. وأوروبا كمان عملت دراسة في 2021 على صيام المية، بتقول إنه بيزود التوتر وبيضعف التركيز. فأنواع الدايت بتاعت المية كذا حاجة. طيب إيه أحسنهم؟ الأفضل حاجة اسمها ووتر ريست، يعني ده بتبقى مدته من 24 ل 36 ساعة، تشرب مية وشربة خفيفة عشان الجسم يحرق بس من غير ما ينهار. تاني نوع الووتر فاستنج، ده بيبقى 3 أيام مسموح بيه، بس لازم يبقى فيه متابعة مع الدكتور، و3 أيام في الشهر بس مش أكتر. وتالت نوع المية بس، وللأسف ده بيبوظ الجسم، وده محدش بينصح بيه. في ناس كده عايزة تعرف تعمل إيه وهي في البيت عشان تعمل تخسيس من البيت بس بالمية. هقول لكم كذا واحدة وكلها طبيعية وسهلة وانتوا قاعدين في البيت. أول واحدة مية حرق الدهون، الديتوكس اللي بتحرق الدهون. هنجيب المية ونقطع معاها شرايح ليمون ونعناع فريش وشرايح خيار، ويبقوا لترين ويتشربوا كل يوم، وتفرجوا على حرق الدهون في الجسم هيبقى عامل ازاي. طيب لو جينا لمية الميتابوليزم بتاعت الجسم عشان نظبط الجسم، مية دافية، معلقة عسل، ليمونة كل يوم قبل الفطار. فرجوا على جسمكم التمثيل ومرحلة التمثيل الغذائي بتاعته هتبقى عاملة ازاي طول اليوم. ما تيجوا بقى أقول لكم على المية اللي هتخليها مضاد التهاب طبيعي وقوي في البيت. مية الكركم، هنجيب كوباية مية سخنة ونحط عليها نص معلقة كركم ورشة فلفل اسود وتتشرب. اللي عنده التهابات في الجسم يبقى يدور عليها بعد ما يشرب الكوباية دي. طيب ومية الجنزبيل للناس اللي عايزة تهضم وتحس بالشبع، هنجيب كوباية مية ونحط فيها جنزبيل فريش ونغليهم مع بعض، وبعد ما نغليهم معلقة عسل وندوبه ونشربه، هنهضم وهيديك إحساس بالشبع جامد. وهنا يجي دور بقى الدايت، ما احنا بنعمل ده عشان نخس. الحقيقة اللي الناس مش شايفاها ولا فاهمينها، دايت المية مش دايت ومش نظام حياة وما ينفعش لكل الناس. ده زرار ريست، زرار إعادة ضبط المصنع زي ما بنقول كده في الموبايلات للجسم، بس مش للموبايل المرة دي. لازم يتعمل صح، ولو اتعمل غلط بدل ما تخلي جسمك يعيش انت بتموت أعضاء جسمك وجسمك بالبطء.
الحقيقة إن أسرع دايت في العالم هو أكتر دايت بيرجع لك وزنك وأكتر أول ما بترجع تاكل.